بعد اذن حضرتك. سيادة المشير، طبعا انا بشكرك على الدعوة الكريمة، والحقيقة انا بكون انطباعات اولى عن شخصك لاني اول مرة استمع ليك عن قرب يعني. خليني بس اقرا الواقع كده سريعا في بعض الامور. احنا بنرصد في الشارع حالة من الشعبية ما حصلتش في تاريخ الشعب المصري كله لحضرتك. معرفش ده ليك ولا عليك، انا بعتقد انه اكيد ليك، لكن برضو الشعب المصري بينتظر كتير جدا وحجم طموحاته اصبحت كتيره جدا. انا اللي نفسي افهمه فعلا ازاي بعد شهر او شهر ونص تتقلد مقاليد الدوله وتنظر الى الملف الامني هناتي بافكار جديده منين؟ هو ده التحدي الحقيقي. الى جانب كده كمان، وانا عايز حضرتك تتبنى هذه المبادره، صالح الناس دي على بعض. الناس دي ما زالت مختلفه في شرح الثلاث سنين اللي فاتوا. انا عايز اقول لك ان الواقع الامني ارتباطا بالتحديات اللي موجوده، الوضع اللي احنا فيه يعتبر جيد جدا، جيد جدا، وليس جيد وليس ضعيف وليس مقبول يا استاذ خالد، لان حجم التحديات اللي موجوده ضخم جدا. انت بتتكلم مع تيار بيرى ان هو فقد فرصه وفقد فرصه العوده. ليه بقى؟ لان هو اتشكل رأي عام غير قابل لدعمه مرة تانية. خلي بالك، مصر 90 مليون بني آدم، تقريبا نص العرب، ومعنى ان يفقد قواعده ويفقد التعاطف في مصر يبقى ما فيش امل. وللأسف برضو ده نتيجة ان هو قراءته للمشهد مش دقيقة. لو هو قرا ده كان أول حاجة ما وصلناش ل 30/6. طب لو وصلنا ل 30/6 كان عنده فرصة إن هو يدير الأمر بشكل يليق بمصر وبالاستقرار. إنه يقول طيب تعالوا نعمل استفتاء على الاستمرار من عدم. خلي بالك، مين مسؤول عن الفتنة؟ مين؟ كان عندك فرصة تعرض نفسك على الناس وانت بتقول انك انت ليك الشرعية. طيب وماله؟ نعرض نفسنا على الناس، جدد الشرعية. هذا الامر كان هيبقى ماء وجه للاثنين. ان هو خد جددت له الشرعية، الاخرين ايه يا استاذ عادل؟ هيسكتوا ويقبلوا، ويبقى ده موجة جديدة نبني عليها تفاهم تاني، مش كده؟ طيب لو النهارده ده ما خدش الاصوات اللازمه، هيبقى ده الامر ده لمؤيديه هيبقى ماء وجه ان هم يقبلوا بالواقع الجديد، مش كده يا استاذ خالد؟ وكنا احنا ما دخلناش في الازمه اللي احنا داخلين فيها ديت. فمن فضلكم عايزين نواجه المشكله الحقيقيه للوطن ونحمي البلد دي ونعديها من اللي هي فيه عشان نعيش. يعني النهارده طرف الوقت وطرف عدم المجابهة الحقيقية للواقع مش موجود. كلام المشير السيسي ردا على سؤال الاستاذ خالد أبو بكر بيطرح جمل كلمات لو حطيناها مع بعض ممكن تطلع صوره. صالح الناس على بعض ده كلام الاستاذ خالد ابو بكر. المشير السيسي وهو في المقدمه قال لك ان النسيج الاجتماعي ابتدى يترهل يتمزق. كانت زمان القضيه يقول لك مسلمين ومسيحيين، يقول لك على عهد وهو ما كانش حتى دي موجوده، ده بقت مسلمين ومسيحيين ومسلمين ومسلمين. ثالث حاجه ابتدى يقول ساعدوا البلد وما عندناش طرف الوقت. الكلمات دي بتحط على بعضها تطلع لي رؤيه او جزء من رؤيه كانه بيصدرها لحضراتكم. شيلوا بقى معايا، صح؟ اكيد احنا اتفقنا على حكايه شيلوا معايا. طب هو بيعمل ايه بقى دلوقتي؟ يعني هو استمراريته في ان هو يجاوب على الاسئله بتعمق او بيشرح فكره بشكل او باخر. هو بيعمل ايه؟ هو بيستخدم ادوات ايصال المعلومه الى الجمهور المستهدف وهو الشعب المصري. انا هيوصل له ازاي؟ هو يقدر يطلع يعمل مؤتمرات صحفيه كثيره جدا، ولكن هو يريد ان يرى مدى اقتناعك بفكره كاعلامي، لانك ان اقتنعت بهذا الفكر وباهميه هذا الفكر انت ستقنع الاخرين نيابه عنه، ليس لانك تؤيده
ولكن لانك تؤيد فكره معينه مهمه بالنسبه للامن القومي المصري. صح؟ صح. من هنا انا كنت باصص له من وجهه نظر السياسي. لو انا سياسي النهارده وقاعد في الكرسي ده، الله يكون في عونه على المسؤوليه اللي مرميه على كتافه، هتسمع كلامه يعني فيها، الله يكون في عونه فعلا، وفي عون اي حد هيخش في الموقف ده. فهذا الرجل يحتاج انك تفهمه، عشان عندما يتحدث ما يضطرش كل شويه طالع يفسر نفسه، كل شويه طالع يفسر نفسه، كل شويه طالع يقول لك ليه، كل شويه. فبيستخدم ده وبيحاول يشرح فيه. حته المصالحه وصالح دول على بعض، خالد ابو بكر كان يقصد 25 يناير و30/6. الحرب اللي بدأ بعض الزملاء الاعلاميين يشنوها على 25 يناير على اعتبار ان قدوم السيسي معناه هزيمة 25 يناير، لأنها قد ويرسموها في ذهن البعض أنها تمثل الإخوان. وده أمر أنا أرفضه تماما، مش المصالحة، أنا أرفض اللي هم بيحاولوا يعملوه. بحترم رأيهم أن هم بيسموها نكسة 25 يناير، إنما البلد دي ما كانش ينفع أنها تمشي شهر كمان زيادة في عصر حسني مبارك باللي هي كانت ماشية بيه كده خالص على الإطلاق. والرجل احترم 25 يناير وقال وللحقيقة عدة مرات ورجع ل 25 يناير على ان هي ثوره، ويجب ان نحترم ده في تاريخنا جدا علشان نقدر نكمل المرحله اللي جايه. ولكن لمس هنا ايضا على الاخوان. ما عجبتني وهو بيقول انت كان عندك الشرعيه، كانت تقدر تدير الكوره في ملعبك، قعدت سنه كنت تقدر تقيل المشهد بالطريقه اللي تخليك تنجح، ولما لقيت الامور بتصعب عليك طب ارجع للناس علشان ما يحطناش في المأزق اللي انت فيه. وكأنه ضمنا بيقول انا مش هنا بمزاجي، انا هنا بسبب اخطاء ارتكبت. هو قال كده وانت فاكر ان هو كأنه هو فعلا قال كده، وهتسمعها في كلامه. بس ما حضرتش. انا كنت قال لك انا كنت في منصب من ارقى المناصب على الاطلاق، وده صحيح. وزير الدفاع المصري وصل الى اعلى، الناس كلها بتحبه في الوزاره، وكان ممكن ان انا امضي بقيه حياتي بشكل معين والى اخره، انما الواجب ومصر. وخد بالك في عدة مرات قال كلمة البلد مش كلام، وحب البلد مش كلام. عندما يتحدث الراجل ده ويتكلم على البلد يقول لك مش كلام، بيعمل كده. الراجل ده مستني فرصة أن يعمل ويوريك. هو مش عايز يتكلم كتير، هو مش متعود يتكلم كتير، هو جاي من مدرسة ما بتتكلمش كتير، هو جاي من مدرسة بتشتغل بتنفذ. ممكن الراجل ده ما ينفذش 100% من اللي بيقوله، ولا 60 ولا 70، ممكن ينفذ 30% بس يطلع يقول لنا هينفذ العمليه، بس يطلع يقول لنا برضه مهمه دي. انما احنا مشكلتنا احنا كنا بنسمع 100% كلام ومفيش حاجه على الارض، وما نسمعش بعد كده او ما نشوفش اي تنفيذ في اي حاجه. انما هو لا، هو شكله مختلف. ان كنت انا قادرا على الحكم على الشخصيات فانا اقول لك ده كده. عشان كده هو بيتكلم من هذا المنظور، وهيتحدث مره اخرى في خلال الحوار حول المصالحه نفسها بقى مع الاخوان. قال لك اصالح مين؟ وسأل اللي بيتكلموا قال لهم اروح اصالح مين؟ اصالح مين؟ وعلى اي اساس؟ واحنا اللي نروح نقول لهم عايزين نصالحكم، ولا هم اللي يجوا علشان المجتمع المصري؟ طبعا انت بتتكلم على دم هنا. هو بالظبط بتتكلم على دم. يعني انت دي مش خناقه بين 2 جيران، دي ناس ده تموتك في الشوارع وتضربك بنار والى اخره، وهم فاكرين هم لما يعملوا كده هيقدروا يزايدوا في القعده. انت عايزني ابطل تفجيرات، انا عايز كذا في مقابل ده. انت عايزني ابطل منطق المافيا، صالحني عشان احميك او تحميني مني. الله يحميك مني. بالظبط كده. طب انا عجبتني قوي كلمه قالها لما قال لك انا خفت، وكررها قال لك 3 مرات، انا خفت. بعدها قال لك ايه؟ استدعاء الناس. انا حاسس بكون، لانه لو استدعوني او استدعيت، يعني لو حصل ان هم خرجوا وقالوا ده امر، ايه اللي حضرتك استشفيته هنا؟ انا قلت نفس التعليق ده امبارح، تخيل، وكتبتها معايا. انا ريتني بس أنا للاسف ما جبتش الكراسه اللي كنت بكتب فيها النوت بوك بتاعي. خفت 3 مرات. انت تتحدث مع انسان، سيبك بقى من مشير وفريق اول وفريق ولواء ومخابرات، وسيبك من انت تتحدث مع انسان عارف يعني ايه مسؤوليه. وهل تتوقع ان اي انسان مسؤول ويشعر بالمسؤوليه لا يشعر بالخوف؟ ده معناه ايه؟ انسانيا معناه ايه؟ الخوف ده معناه ايه؟ معناه ان هو امر جلل. بالظبط.
ما هو عارف حضرتك اربط، يعني انا برضه الناس تربطها بالكلام اللي كان بيقوله زمان لما كان في مسرح الجلاء بيقول لهم يا اخوانا استدعاء الجيش للنزول في الشارع مشكله كبيره جدا، وبالتالي هو راجل واعي بالقضيه، فمعنى ان انا استدعيه يبقى البديل كانت تبقى مصيبه اكبر. يا دكتور لما انت تكون وزير دفاع وقائد اعلى ومشير وانت حدوته او فريق، انت ايامها انت بتتكلم على فريق مش كده؟ نعم. هتخاف من ايه؟ ايه اللي يخوفك؟ ما نسال نفسنا السؤال ده. ايه اللي مخوفك؟ هتفضل في مكانك ومحدش هيقدر يقرب لك مش كده؟ صح. خوفك من ايه؟ هو خاف على، مش خاف من، اشكرك. هو خاف على هو مش خايف من حد. ده هو مش خايف من الموت، قال لك الموت، ما الموت هيحصل لنا، هيحصل لنا، ما كنا هنموت. صح؟ صحيح. يبقى اذا كان خايف على حاجه، خايف على مصر، خايف عليك وخايف عليا وخايف على الناس اللي في الشوارع وخايف على الاخوان نفسهم كمان. نعم. بدليل ان الراجل قعد، يعني خلينا نكون واقعيين، في مؤسسات في الدوله وجهات في الدوله لسانها دلدل مع مرسي. الغنوشي النهارده من تونس، يا نهار ابيض، الرساله بتاعته دي ضربة تدرس. قاتلة، دي ضربة قاتلة والله العظيم يعني. دي ترفع 100 قضيه. يعني ده دي مصيبة. ترفع 100 قضيه. نعم. الغنوشي نفسه النهارده اظن الغنوشي بقى طبعا مش تبع السيسي، لا مش كده؟ قال لك الناس دي بالعربي كده اغبياء وما سمعوش الكلام متغطرسين. ومتغطرسين واتهبلوا على السلطه وتعاملوا بصبيانيه. طب هو السيسي بيقول ايه؟ ده السيسي حتى ما وصفهمش، ده ما وصلش لكده، ما وصلش انه يوصفهم بحاجه غير كده. طب استاذ حضرتك احنا خلينا نخش نشوف. الاستاذ عادل حموده كمان سال سؤال يستحق جدا ان احنا نستمع ليه، والاجابه المشير السيسي